ايه ده؟ انت مين؟ ليك حق ما تعرفنيش. ما انت لو عارف ولا شايف نفسك كويس ما كانش ده بقى حالك. تقصد ايه بكلامك ده؟ وعايز مني ايه؟ وش معنى انا؟ كل سنة وانت طيب. اظن بكرة عيد ميلادك ال37 ولا كام؟ هتفرق كتير يعني 30 ولا 35 ولا 37؟ اكيد مش هتفرق، والا كان زمانك عملت اي انجاز او شيء مهم في حياتك يستاهل انك تعيش عشانه، أو بقى معاك زوجة وولاد يونسوك في وحدتك. بتحب ربنا بس بعيد عنه، عاشق وطنك بس بتكره سياسته، بتحلم بالحب بس ما عندكش حبيبة، ملتزم جدا في شغلك بس بتريح نفسك أكتر ما بتشتغل. تعرف يا أستاذ، العربية دي أهم عندي من مراتي وولادي ومن نفسي كمان. قول لي ليه؟ تهمني أكتر من ولادي. قبل ما تعوز حاجة تلاقيها قدامها، واللي يقرب لها أدوسه حتى لو أخد فيها تأبيدة. أصل يا بيه أنا مش مجرد سواق، أنا قبطان، قائد، يعني مسؤول. والمسؤول اللي زينا بيضحي براحته وسعادته وبيته ونفسه كمان عشان الناس اللي زي حضرتك. هو أنا بكلم نفسي ولا إيه يا بيه؟ اضحك يا أستاذ، ابتسم للدنيا تبتسم لك. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يشفيك يا أستاذ. هو مستعجل على ايه؟ لو كان وراه بيت وعيال كان طار. رايح فين؟ لسه بدري. انت دايما مستعجل كده؟ للأسف دافن نفسك بالحياة، عايش ومش عايش. تعرف إنك شخصية غريبة ومتناقضة ومش فاهمة هي عايزة إيه. انت بتحب الحياة بس على الشاشات وبتحب نفسك حب أعمى. المهم انك تبقى كويس والباقي يولع بجاز. صوتك قوي بس جواك، والحقيقة ان صوتك مش مسموع غير لنفسك. مش معنى انك متردد وقليل الكلام انك تخاف ترد او تعبر عن اللي جواك ايا كان. صباح الفل يا أستاذ. صباح الخير، يا رب تكون بخير النهارده. مفيش حد ما بيحبش نفسه، بس على الأقل نشارك غيرنا في أفراحهم وأحزانهم، مش نقاطعهم. في الأفراح بياخدوا بعض بالأحضان، مبروك يا عريس، مبروك يا عروسة، ومن ورا بعض
وفي المياتم هاخد ايه لما اسلم على كل من هب ودب، غير انه يتنقلي ميكروب ولا فيروس ولا اي قرف وخلاص. وكله كوم، ومصمصة الشفايف المستفزة دي كوم تاني. هو عامل حزين على المرحوم، الحقيقة هي أهل المرحوم بس اللي حزينة. بيا أو من غيري الناس هتعرف تحزن أو تفرح، يبقى لازمتي إيه أشارك معاهم؟ عشان تبقى حي ما بينهم مش ميت في نظرهم. تفتكر جيرانك وأهل منطقتك ما بيسألوش عنك ليه؟ ولا شاغل بالي كده كده؟ معرفش حد ولا عاوز أعرف؟ اللي يعرفك لازم تعرفه أنت كمان، وإلا يبقى الحق عليك. واللي هيسأل عنك مرة واتنين لازم التالتة تيجي منك، وإلا ما تلومش إلا نفسك. مش يكسروا عليك الباب وتعمل مش سامع، هما اللي ما بيفهموش. أنا حر أعمل اللي شايفه صح. أنت مش محور الكون، لازم تفهم كده، ومش هتقدر تمشيه على مزاجك. تحدد إمتى الناس تيجي وإمتى تروح، زي ما الناس سمحت لنفسها تجيلي وقت ما تحب. أظن أنا كمان هسمح لنفسي أقابلهم ولا لأ. واللي بيسلموا عليك في الشارع وما تردش، ويكلموك وبرضه ما تردش، من حقك برضو. هما اللي ما بيسمعوش مش أنا مش غلطان. ما بيفهموش، ما بيسمعوش، ما بيعملوش. للأسف دي حالة اللي زيك عايشين في فقاعة ومش شايفين غير نفسهم. أنت جاي ليه؟ لو جاي تفكرني إن بكرة عيد ميلادي فسعيكم مشكور. السنة دي زي اللي فاتت زي اللي جاية. ولو فاكر إنك هتغيرني فأحب أقول لك ما تتعبش نفسك، أنا ما بحبش التغيير، بخاف منه. اللي ينزل البحر لازم يكون بيعرف يعوم، وإلا هيغرق. لما تموت بطل وانت بتجرب، أحسن ما تعيش جبان وخايف تقرب. كل حاجة حوالينا بتتغير، ليل نهار، شتاء ربيع صيف خريف. جرب بكرة ما تروحش الشغل، الدنيا مش هتقف. ولو روحت مش لازم تجري على البيت زي التلامذة. أول ما يضرب جرس المدرسة اقعد مع جيرانك شوية اللي ما شفتهمش بقالك كتير، تحكوا وتتسامروا سوا في أي كلام. اغسل سنانك مرة أو 2 في اليوم، مش لازم 4. وليه لازم تنام بالنهار؟ ده مش وقت النوم. اطلع مع أصحابك، سافروا، استمتعوا بشبابكم، ما تضيعش وقتك. اتصوروا واستعيدوا ذكرياتكم سوا. جرب تكسر الروتين، ساعتها بس بكرة هيتغير وتخرج من وتضرب بوم بوم.